الناس اللي كيصيفطوا لي دي ميساج من الصباح، وانا ما دايره حتى شي حاجه اللي كتحشم باش انني نبقى مخبيه وما نهضرش. انا بنت واحد الفنانه كبيره، بنت عائله كبيره، بنت عائله اللي معروفه ومشهوره. ما كنشوفش انك انا خصني نتخبى من شي حاجه. حتى انا الا ما عطيتش واحد التوضيح غيكون توضيح وحيد فقط. الا ما وضحتش هادشي اللي واقع، غادي نبقى في واحد البوزيسيون ديال انني انسانه فاشله. انا البارح كان عندي العرس، البارح كان عرسي، وداز عرس زوين بزاف، داز عرس غزال، داز عرس بسيط بلا ما فيهش داكشي ديال الفخر، وما فيش داكشي ديال العرسات الكبار اللي فيهم مع احترامي لجميع الناس وجميع اي واحد كيدير العرس ديالو كيف ما هو بغى وكيف ما هو تمنى وكيف ما هو كيشوفو غادي يعجبو. داكوغ. حتى اليوم كنتفاجئ بحالي بحالكم، بحالي بحالكم، كنتفاجئ بحالي بحالكم. ديك البنت اللي اتصلات بالصحافه وكتقول لهم انا كنتفاجئ براجلي عريس. اختي، انا بنت بحالي بحالك، داكوغ. انا ما نبغيكش تحطي في داك الموقف، وانا كنشكرك جزيل الشكر وكنقول لك ميرسي بوكو وتبارك الله عليك وبرافو عليك اللي بقيتي صامده وانك شفتي داك المنظر وشفتيه معايا. انا جو سي كو سي تري دور ا فيفر. والله يحفظ لك وليداتك وكوني على يقين، كوني على يقين. والله كون عرفتو مزوج بك، لان حنا سولنا هنا في المغرب وكلشي ما دايرش لاكت. دونك حنا كون كنت انا عارفو مزوج بك ولا حتى ب 0.1% غادي نتجرأ حتى انني نقول ليه السلام. انا ماشي تربيه هذوك وما تربيناش هكا. فانا ما كنتش عارفاه مزوج نهائيا، نهائيا ما عرفتوش مزوج. وكنشكرك وكنحيي شجاعتك انك طلعتي هضرتي وحاولتي توصلي لي لو ميساج. مع الاسف قلتي لهم انك صيفطتي لي ميساج ولي ستوري كانوا ديجا تنتشروا، انا ما شفتش وما في خباريش. وحيت انا عارفوا انه باقي مجوج على ما قلتي، وهو اعترف ليا قال لي اشنو كاين اشنو كاين. انا اليوم دابا شنو، انا راني فوندغودي 2 ان شاء الله غادي نبدا في المسطره القانونيه ديال باش اننا نحبسوا هادشي هذا كامل، احتراما ليك واحتراما لوليداتك واحتراما لحياتك الخاصه معاه. انا جو سافي با، ما كنتش عارفه، داكوغ. وانا العرس ديالي البارح كان البارح وبقى بالحنه ديالي هي، يعني ما دازتش حتى 24 ساعه حتى كنتصدم بحالي بحالكم. الخير فيما اختاره الله. انا اللي كنتو عاقلين كنت قلت لكم كنت قلت واحد المنبر اعلامي ما بغيتش عرسي يتصور، ما بغيت حتى لقطه في عرسي تخرج، كنت قلتها لكم وانا داكشي اللي كنت باغا البارح. ولكن مع ذلك تحط العرس. وشوفوا سبحان الله، كل ما تحطش هذا العرس هذا ما كانش ديك البنت غادي تطلع غادي تشوف السيد اللي معايا معاها، ما كنتش غادي نعرف هذا الشيء هذا واقع. ما كانش هذا الشيء هذا غادي يوضح قدامي. فالخير فيما اختاره الله، الخير فيما اختاره الله، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله يا رب العالمين. كيف ما كان الحال حنا مرضيين. وأي بنت في العالم، سواء أنا بنت نجاة عتابو ولا بنت فاطمة ولا بنت سعدية ولا بنت خدوج ولا بنت مريم ولا بنت أي بنت في العالم، مع الاسف ولينا في واحد الوقت اللي كيتم نصب بشي طرق اللي ما كتخلوش على الباب. لان انا راجلي كنعرفو مده هادي من 2018 فاش تعرفت عليه، ودرنا الخطوبه في 2022 في الاخر ديالها. وديما ديما ديما كان لو كونتاكت انا وياه يوميا، كنهضروا 24 ساعه على 24 ساعه. يعني شي حاجه اللي غتخليكم تشكوا ولو ذره ما كايناش، داكوغ. فالبنات انا الا درت لا طلعت باش نوضح الموضوع، باش نقول لكم كو زهري هو هذا وماشي مشكل، وهذه الحياه سي با غاف، هادشي كيوقع
و الخير فيما اختاره الله. المهم وانني انا الحمد لله جو سوي تري بيان انطوري، عندي صحابي وعندي حبابي وعندي عائلتي معايا، وعندي اهم حاجه في العالم هي امي. انا ماما معايا، لان حتى ماما تصدمات، فهمت حتى شي حاجه، تصدمنا لان كانت كتبغيه بزاف وكان عزيز علينا بزاف، كنا فريمون اسره بحال هكا. و كلشي دار على الاصول ديالو، فهمتوا؟ كلشي دار على الاصول ديالو، بالاحترام بالاداب بالكبرانيه، كلشي دار على الاصول ديالو. ف السيده اللي معاه في قطر، انا كنقول لك شكرا بزاف انك حاولتي توصلي لي الميساج، وانا كنقول لك انا غادي اثنين غادي نحبس هادشي هذا كامل، واخا